احيانا بتكون مرتبط بشخص وحاسس ان انت متعلق بيه اكتر ما هو متعلق بيك، حاسس انك بتحبه اكتر ما هو بيحبك، وطول الوقت انت اللي دايما بتجري وراه. ساعتها بتحس ان انت اللي مصدوم في العلاقة دي، مش كده؟ تعالى بقى اقولك على مجموعة خطوات لو نفذتها مع الشخص ده اوعدك انه هيتعلق جدا بيك وهيفكر فيك طول الوقت. زي كمان ان الخطوات دي هتساعدك جدا انك تصلح علاقتك بنفسك. اول خطوة لازم تعملها علشان ما تتعلقش بيه زيادة وتخليه هو اللي يفكر فيك دايما، قبل ما اقول لكم من فضلكم هاتوا ورقة وقلم واكتبوا ورايا الكلام ده، لانه مهم جدا ومهم ان احنا نخلي الورقة دي قدامنا دايما. حاول تقنع نفسك انه مش الشخص المناسب ليك. يعني بلاش تقول بينك وبين نفسك انا عمري ما هلاقي حد زيه ابدا، انا عايزة يفضل معايا على طول، انا مش هقدر اتخيل حياتي من غيره. اتمنى تكونوا كتبتوا الكلام ده. الافكار اللي انت عمال تقنع نفسك بيها طول الوقت دي هي اللي هتبقى سجنك. الافكار دي هي اللي هتحركك. طول ما انت مخلي الافكار دي مسيطرة عليك اتأكد انك دايما هتتصرف بعواطفك وعمرك ابدا ما هتتصرف بعقلك، وده هيخلي الشخص اللي معاك دايما هو اللي مسيطر عليك، وده اللي احنا مش عايزينه. فلو ما كنتش انت الطرف اللي بيتحكم في عواطف الطرف اللي معاه، هتلاقي الطرف اللي معاك هو اللي بيتحكم في عواطفك. كل اللي انا عايزه منك هنا انك لازم تغير كلامك مع نفسك، لازم تشجع نفسك بانك تقول لنفسك الكلام اللي يقويك مش الكلام اللي يحبطك ويضعفك. يعني بدل ما تفضل تقنع نفسك طول الوقت انه ده بس الشخص المناسب ليك، قول لنفسك انه اذا كان الشخص ده فعلا المناسب ليك فاكيد علاقتك بيه هتبقى ناجحة جدا، ولو ما نجحتش فده معناه انه مش الشخص المناسب. الفكرة هنا اني مش عايزك ابدا تكون انت دايما الطرف اللي بيخاف على العلاقة، الطرف اللي دايما عايز ينجح العلاقة مهما كلفك التمن، لان التمن اللي هتدفعه هنا هو كرامتك. تاني خطوة لازم تعملها علشان ما تتعلقش بيه زيادة عن اللزوم وتخليه هو اللي بيفكر فيك دايما، هي انك بلاش ابدا تفضل تبين له احلامك وخيالاتك طول الوقت. يعني بلاش مثلا تقول له حاجات زي انا بتمنى اعيش معاك في جزيرة بعيدة عن كل الناس. بلاش الخيالات، عايزك تتعامل معاه بقدر كبير من الواقعية. احتفظ بأحلامك الخيالية لنفسك وخليك معاه على أرض الواقع، لأن خيالاتك الرومانسية دي هتخلي الطرف اللي معاك يفهم إنه خلاص استحوذ على أحلامك وتفكيرك، وده هيخليه ما يحاولش يبذل أي مجهود علشان يتقرب منك. يا إما هيستغل خيالاتك دي بإنه يلعب بيك، إنك هتلاقيه بيبعد عنك وقت ما هو عايز، ولما يبقى عايز يستغلك هتلاقيه بيتقرب منك ويدخلك من خيالاتك دي، وهتلاقيه جاي يسرح بيك ويقولك نفسي نوصل مع بعض لكذا وكذا ونفسي نعيش في جزيرة. فكل اللي عايزه منك هنا انك تكون واقعي. يعني لما الشخص اللي معاك يسألك نفسك توصل لإيه في حياتك، اوعى تقوله كلام زي انا نفسي الاقي الشخص اللي بحلم بيه ونعيش في سلام ونربي حمام والجو ده. فكك من جو الرومانسية ده واوعى تعمل كده. قول له انك نفسك تحقق هدف معين في حياتك، نفسك تتعرف على ناس جديدة، نفسك تخس شوية، نفسك تسافر في المكان الفلاني. المهم انك تبين له انك عندك حاجات واقعية تخصك من غير ما تتكلم عنه هو. بين له ان عندك حياتك الخاصة. تالت خطوة لازم تعملها علشان ما تفكرش فيه زيادة عن اللزوم وتخليه هو اللي يتعلق بيك دايما، هي انك بلاش تزن عليه. بمعنى انك بلاش طول الوقت تشتكي. يعني مثلا لو انت عارف ان فكرة الجواز من الشخص ده بعيدة شوية وانتوا اتفقتوا مع بعض ان الجواز هيتم بعد سنة مثلا، فبلاش طول الوقت تقوله احنا لازم نتجوز، واحنا ليه ما اتجوزناش لحد دلوقتي. لازم تبين للشخص ده دايما ان انت مش محتاج له في حاجة عشان يحققها لك، وده طبعا تقدر تطبقه على اي حاجة تانية. طالما انكم اتفقتوا على حاجة معينة هتحصل في وقت معين، بلاش تزن عليه لحد ما الحاجة دي تحصل. اديله فرصة لحد ما ميعاد الحاجة دي يجي وبعدها تقدر تتكلم معاه. اما كتر الشكوى والزن فده هيخلي اللي قدامك ينفر منك. انا كده شرحت الثلاث خطوات الاولانيين، لسه في 3 خطوات كمان هقوله لكم في الفيديو الجاي. بس قبل ما انهي الفيديو عايز اقول معلومة مهمة جدا. انا مش بقول الكلام ده عشان اعلم حد ازاي يتلاعب بالاخر، ولكن انا مش عايزك تكون الطرف المتعلق زيادة في العلاقة، لان العلاقات دايما بتنجح بالتبادل في المشاعر، بالتوازن في المشاعر. فعايزك دايما تكون متوازن وما تخليش نفسك تحت سيطرة حد وانه حد يتحكم في مشاعرك. استنوني في الفيديو الجاي. حياة سوية مع اسلام انور،
سلام عليكم.